مستعجلة وعايزة تعملي غدا سريع؟ هنعمل النهاردة فراخ شيش مشوية زي الجاهزة بالظبط وأحلى كمان، بتتبيلة سريعة وكمان هتاخد وقت قليل في الاير فراير. تقدري تعمليها في الفرن أو الاير فراير أو حتى تشويها على الفحم. ولو أول مرة تشوفيني، أنا قناة سو لايف، هتلاقي عندي قائمة تشغيل لكل وصفات الاير فراير. أنا هنا عندي فرخة كاملة وزنها 1200 جرام بعد التنظيف. دي فراخ بيضة، أنا بحب أشيل الجلد بتاعها، لو أنت بتحبي تشويها بالجلد براحتك. الفراخ الشيش بتكون فراخ كاملة بالعظم. هبدأ أقطعها قطع صغيرة بالشكل ده. هقطع الدبوس الأول وأعمل فيه فتحة بالطول عشان التسوية وعشان يتشرب من التتبيلة كويس. والجزء التاني هقسمه ل3 قطع، بقطعه بالسكينة وبعدين بخبط عليها جامد عشان أعرف أكسر العظم. وطبعا تقدري تتحكمي في حجم التقطيعة وعدد القطع زي ما تحبي وحسب وزن الفرخة اللي انت هتعمليها. أنا هنا قطعت الورك والصدر 12 قطعة، يعني الفرخة كاملة الصغيرة دي هقطعها 24 قطعة غير الأجنحة. انت لو عاملة فرخة حجمها كبير 2 كيلو مثلا ممكن تقطعيها ل 30 قطعة. ونيجي بقى للتتبيلة السريعة للفراخ الشيش. اعمليها بطريقتي، مش هتحتاجي تبيتي الفراخ قبلها بليلة ولا أي حاجة. أنا هعملها على طول، مش هسيبها لنص ساعة بالكتير، وخصوصا إن احنا مقطعين الفراخ قطع صغيرة فهتشرب من التتبيلة بسرعة. فرمت في الكبه بصله كبيره وفصين توم وخدت الميه بتاعتهم بس. انتوا عارفين ان ما بحبش طفل البصل عشان بيتحرق في الشوي. وهحط عليهم معلقه ونص كبيره زبادي، ومعلقه كبيره صلصه او كاتشب حسب اللي موجود عندك، ونص معلقه من هريسه الشطه، ونص معلقه صغيره من الصويا صوص الفاتح مش الغامق، ده اختياري، لو مش عندك مش مشكله. ومعلقه صغيره من دبس الرمان، بيبقى حلو جدا في المشويات، لكن لو ما عندكيش ممكن تستبدليه بمعلقه صغيره من العسل الاسود، وعصير ليمونه صغيره. وهحط معلقتين كبار من زيت الزيتون، خصوصا ان انا شايله الجلد ومفيش دهون كتير في الفراخ. وممكن تضيفي معلقه خل زي ما بنعمل في الفراخ المشويه الكبيره، لكن انا مش هحط خل لان انا مقطعاها قطع صغيره. وهحط شويه ملح صغيرين، ما تكتريش الملح عشان الصويا صوص فيها ملح، وشويه من الفلفل الاسود، وبهارات الفراخ، وشويه شطه لو عايزاها سبايسي وده طبعا اختياري، ورشه جنزبيل باودر، وبابريكا مدخنه، احلى كتير جدا في المشويات من البابريكا العاديه. وهضيف كمان رشه من البصل البودر والثوم البودر والزعتر، وممكن معلقه صغيره من بهارات المشاوي. ما عندكيش مش مهم، البهارات دي كافيه قوي. وكل المقادير هتظهر دلوقتي على الشاشه، وهسيبها لك كمان في صندوق الوصف. هخلط التتبيله كويس وانزل بالفراخ فيها لمده نص ساعه بس مش اكتر. وطبعا الفراخ دي مغسوله ومتصفيه كويس جدا من الميه قبل ما احطها في التتبيله. التتبيله دي بجد خطيره وريحتها حلوه جدا. بعد نص ساعه بدات ارصها في الاسياخ، وممكن تحطيها على شبكه الاير فراير من غير اسياخ خالص. وطبعا قبل اي لحوم بنسخنها دقيقتين على درجه حراره 200. انا هشوي الفراخ الشيش على الشبكه، فحطيت تحتها ورق من ورق الاير فراير، او ممكن احط ورق فويل بس ما كانش عندي، عشان اي سوائل ودهون هتنزل منها ما تقعدش تتحرق تحت في الحله. ورصيت الفراخ بالشكل ده، وهحط عليها شويه من التتبيله. وطبعا كل المتابعين عندي بقوا عارفين طريقتي في تسويه الفراخ اللي بتكون بالعظم، عشان تطلع مستويه كويس جدا من جوه وفي نفس الوقت ما تنشفش وتتحرق من بره. برنامج الدجاج اللي في القلايه ما بستخدموش غير للصدور المخليه او شيش طاووق. فهظبط الاول 10 دقايق على درجه حراره 200 عشان الفراخ تاخد صدمه وما تنزلش السوائل بتاعتها وتنشف. وده شكلها بعد 10 دقايق. هفتح عليها واقلبها على الناحيه التانية، وهحط عليها برضو شويه من التتبيله عشان تفضل طريه وتاخد وقتها في التسويه. واظبط كمان 10 دقايق على درجة حرارة 200. ودلوقتي انا عايزة اتأكد انها استوت كويس من جوه. لو كملت على درجة الحرارة 200 هتتحمر من بره قوي وهتبقى اخده لون شوي حلو من بره، لكن من جوه مش مستوية كويس. فاحنا دلوقتي هنظبط كمان 10 دقايق على درجة حرارة 180. هقلل الحرارة، ولو انت مقطعة قطع الفراخ اكبر من القطعة اللي انا مقطعاها دي هتقللي درجة الحرارة على 160 عشان تاخد وقتها في التسوية من غير ما تتحرق من بره. وممكن تاخد منك وقت اكتر من 10 دقايق، يعني تظبطيها 15 دقيقة او 20 دقيقة كمان لو القطعة كبيرة. وكده اجمالي الوقت اخدت مني الفراخ الشيش في القلاية الهوائية 30 دقيقة بالظبط. الاول ظبطتها 10 دقايق على درجة حرارة 200، وبعدين قلبتها على الناحية التانية وظبطتها كمان 10 دقايق على درجة حرارة 200، واخر 10 دقايق ظبطتها على درجة حرارة 180 عشان تستوي براحتها. وزي ما قلت لك لو قطعتيها قطع اكبر من دي هتاخد معاكي وقت اكتر. وممكن بعد ما تطلعيها من القلاية تولعي لها فحماية عشان تديها ريحة الشوي على الفحم. ولو عجبك الفيديو لايك وشير، واكتبي لي رأيك في التعليقات، واشوفكم على خير في فيديو جديد بإذن الله.